السلام عليكم. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي لي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو وقولي لي رايك فيه، يهمني جدا رايك طبعا. النهارده هنعمل مع بعض الممبار زي ما انتم شايفين كده. ده ممبار عجالي مش ممبار ضاني. يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم. هنعمله دلوقتي. هنقول دلوقتي المقادير مع بعض. بصوا انا بعمل بقطع 3 بصلات. ده كان نص كيلو ممبار، انا قطعت فيه 3 بصلات وقطعت معاه فلفل حامي اللي هو الشطه ده. وطبعا انت ليك حريه الاختيار، ممكن حضرتك ما تكونيش حابه تحطي فلفل او كده، فكل واحد حر يعني، عشان ما تكونوا مش بتحبوا يعني الحاجه الشطه او كده. انا طبعا حمرت البصله ومعاها الفلفل، وبعد كده حطيت الطماطم. وكانت تسبيكة عندي، كان عندي طبق تسبيكة قلت احطه معاهم بدل ما ارميها يعني حرام. وحطيت المقادير بتاعتي، كانت بهارات محشي وكزبرة ناشفة. آه وحطيت شطة وشوية كمون وفلفل اسمر وشوربة ماجي. طبعا حضرتك ممكن تحطي شوربة ماجي او لا، فهي مش حاجة اساسية يعني، بس انا بحب احطها. بس كده، وحطينا التوابل زي ما قلت لكم. وحطيت ملح، طبعا الملح حسب الرغبة بس. وهقلبها شوية وهغطيها، وهبدأ ان انا اقطع الخضرة. طبعا الخضرة للبنات يعني اللي مش عارفة، كزبرة وبقدونس وشبت 3، بس بقطعها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. حبيت بس ان انا اوريكم كل التفاصيل، لان في بنات ما بتبقاش عارفة يعني وكده، فحبيت اوريكم كل التفاصيل بتاعته. قطعت الخضرة وخلصتها، وده هنا الممبار هوريكم بيتنضف ازاي للبنات اللي مش عارفة. انا طبعا اول حاجة بعملها بقطع الممبار. قطعيه طبعا الحجم اللي حضرتك عاوزاه، بس ما تحاوليش تصغريه قوي لان هو بيكش جامد، فخلي بالك يعني. قطعته طبعا زي ما وريت لحضراتكم دلوقتي، وبعدين بدأت ان انا اقلبه كله علشان طبعا ننضفه. هقلبه كله وهسيبه شويه في الميه حوالي 10 دقايق كده، وهرجع بقى ان انا هرجع انضفه. مسكت كده كده واحده واحده على البلانشا، وبدأت ان انا اجرد كده يعني الوساخه اللي فيه. بدأت اطلع الحاجات اللي هي مش نظيفه اللي فيه دي. ولازم تنضفيه كويس جدا 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 للبنات اللي مش عارفه، لان الممبار بالذات صعب جدا يعني. هو مش صعب في ان انت تعمليه، هو اسهل منه ما فيش والله يا بنات. صدقوني انا يعني انا كنت لسه متجوزه جديد، متجوزه بقالي 3 سنين، فانا كنت جربت الحاجات دي وكنت شايفه ان هو صعب وكده، بس صدقوني لا، اسهل منه ما فيش وحياة ربنا. بس انا بقول لك صعب في ان انت لو في وساخه او كده، فدي طبعا مشكله كبيره. فبتنضفيه كله كده وما بياخدش في ايدك حاجه، بس طبعا تنقعيه زي ما قلت لك حوالي 10 دقايق كده علشان يبقى سهل معاكي في التنظيف. وبعدين بقى طبعا بعد ما غسلته كويس، بعد ما نضفته غسلته كويس وسبته زي ما هو مقلوب، وحطيت معاه نص ليمونه، وحطيت شويه خل، وحطيت شويه ملح حبه حلوين كده على زي ما انتي ما شايفه. حطيته بقى وسبته زي ما هو مقلوب كده شويه، حوالي مثلا 10 دقايق برضو تاني عشان ينضف. وبعدين بقى بدأت ان انا اعدله زي ما حضرتك شايفه كده دلوقتي. بدأت ان انا اعدله بقى واحده واحده، وبعد كده غيرت له الميه تاني، يعني لما عدلته غيرت الميه بتاعته تاني. وطبعا والميه شغاله عشان تنضفي، عشان لو في اي وساخه او كده تطلع معاكي. بس وبدأت اعدله دلوقتي كله. وبعد ما عدلته عملت ميه نظيفه وحطيته دلوقتي تاني. وهبدأ برضك في العدلة بتاعته احط نص ليمونة برضك تاني، بس ما تحطيش خل تاني، هو نص ليمونة بس. لو خلي بالك من الخل، ما تحطيش خل كتير لانه بياكل الحاجات دي بيهريها، فخلي بالك هم حبة صغيرين عشان الزفارة بس. وخلاص كده وكده بقى معانا زي الفل. وطبعا الممبار يا بنات للي مش عارف، الدهون بتاعة الممبار بتبقى من بره مش من جوه. لو حطيتيها من جوه تبقى مش حلوة خالص، وهتبقى الدهون زي ما هي وهيبقى تقيل جدا. فالدهون بتاعته من بره. وهنا حطيت طبعا التسبيكة، حطيت الخضرة والرز، وبدأت بقى ان انا احشي.
بصوا انا بحشي الحشوة طبعا بتاعته، بحشي الممبار ما يتحشيش قوي يعني. بصي انا بحاول اوريكم على قد ما اقدر ان هو ما بنملاهوش قوي، بنخليه يعني اللي هو فاضي كده حاجة بسيطة يعني. هوريهولكوا دلوقتي. بنخليه كده بالطريقة دي كده، ما تمليهوش قوي، لو مليتيه قوي هيفرقع منك وهيبهدل الدنيا بجد. فطبعا ما بنملاهوش قوي. بصوا انا هنا بدأت ان انا يعني اهو زي ما انتم ما شايفين مش ماليه قوي. بدأت ان انا اعمله ورصيته كده على جنب ان انا احشي فيه. بحاول احشي لكم كذا واحده علشان اوريلكم للبنات اللي مش عارفه. وهنا بعد ما خلصته، ودي هنا الميه بتاعه الممبار. حطيت الميه وحطيت فيها معلقه صلصه، معلقه يعني تسبيكه من اللي انا عملتها. وحطيت طبعا التوابل، حطيت واحده شوربه ماجي، وحطيت بهارات لحمه، وحطيت قرن فلفل، وحطيت بصلايه بس ما صورتها لكوش بقى، سوري نسيت. حطيت بصلايه وقرن فلفل، وطبعا شوربة الماجي وبهارات اللحمة بس. وطبعا تخلي المية تغلي قوي 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 يا بنات، خلي المية يعني خلي بالك من المية، لازم المية تغلي قوي. لو المية ما غليتش قوي، غليت مثلا مرة او كده، الممبار الرز كله هيطلع في الشوربة وهيبقى فاضي ومش هيبقى حلو جدا، هيبقى كده يعتبر باظ منك. فلازم تسيبي المية تغلي قوي، وبعد كده بقى نبدأ ان احنا نحطه. وهو ما بياخدش، بصي اول ما الرز يستوي هو كده استوى على طول. ما تسيبوش يعني الرز استوى فخلاص طلعيه على طول. ما تقوليش مثلا هو لسه ما استواش او كده، لا، هو اول ما الرز يستوي طلعيه، وهو كده خلاص. شويه هتدوقيه هتلاقيه مستوي وزي الفل. وهنا طبعا الزيت، حطيت في الطاسه دي، ده زيت بتاع لحمه او كده بحطه على جنب وبقلي فيه الحاجات اللي زي كده. وهنا الممبار بعد ما خلصناه، بس والله العظيم كان حلو جدا بجد. انا عملت شويه قليتهم في الزيت وشويه حطيتهم في الفرن بس كده. ودي كانت النتيجه، يا رب يعجبكم. وخلاص كده هستنى بقى رايكم في الكومنتات، وقولي رايكم فيه. باي باي.